بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنسجل في الفانتزي بالطريقه دي زي ما الناس كانت طالبه كتير. اول حاجه انا عاوز سيناب لانه اغلبني طبعا مش بعد كده ندوس ريجستر، هندخل بياناتنا مثلا ممكن الحاجات الرقمية اللي جنبها علامة النجمة دي المطلوب مننا. ندخل ايه تاني، ندخل الباسورد، اختار البلد بتاعتنا يكون مصر، دايما دي مكانها بلس 2 بس الكود هنكتب فيه اي حاجة يكون 1 2 3 4 5 ندوس نكست، نختار الكلاب اللي احنا بنشجعها، next. I would like to information about configurability. Yes, next. ندوس next. ندوس next. دي البيانات اللي احنا سجلناها كلها. ندوس submit. ندوس الاول agree وبعد كده submit. نيجي بقى على الايميل الخاص بينا، طبعا هم بعتولنا ابلكيشن اكونت ندوس عليها، بعد ما ندوس نعمل دروب ان ندخل الايميل بتاعنا عادي، دخلنا الباسورد، نعمل سبميت. تمام، فتح لنا هنا الموقع. نيجي عند كلمة فانتزي دي اللي احنا عايزينه، هيقول لي اهو حتى كاتب لي نبدأ از المقدمات دي الفانتزي. نبدأ نختار، هنبدأ نختار الاختيار ده. بعد كده هيظهر لي عندي اللي هو البتاع ده، نبدأ بقى نختار اللعبة بتاعتنا مثلا اهو، بحيث ان عندي عدد اللعيبة من نادي واحد ما يعدوش 3، يعني 3 من كل نادي، والسعر بتاعهم كلهم ما يعديش 100 مليون يورو اللي هو عاطيهم. تمام، انا ابدا اختار اهو بس شويه عندنا ناخد مثلا مصر، نبدا بقى نشوف اللعبه اللي احنا عايزينها. هنا في
ان انا بختار عدد حسب اللعيبة على حسب الاندية بتاعتهم او مراكزهم. هنا جول كيبر مثلا، شوف واحد رقم شوية هيكون ده. نيجي عند المدافعين نختار مثلا فونتي، كان معايا السنة اللي متألق يعني في الأرهاب، ونجيب إبرة مثلا ونجيب سان. تمام كده كده خلاص الدفاع وخط واحد بس. تمام نيجي للخط الوسط، نختار مثلا عندنا اهو نجيب محمد صلاح اهو عشان الناس يعني في الوجه محمد صلاح ده حسب تشيلسي مثلا. نيجي تاني نجيب كده اتنين بطاقة شوية ناخد مثلا نختار مثلا عنصر محمد، نجيب بقى 3 مهاجمين ناقص خط الهجوم. كده حصلت عندي مشكلة دلوقتي، ان انا عندي اخترت 14 لعيب وما عنديش الفلوس. هعمل ايه؟ اضطر تاني ان انا اعيد اشوف انا جايب لعبة غالية اوي، يعني ابدأ ارخص شوية في اللعيبة عشان نجيب حارس مرمى. اعمل مثلا دول 4 ونص في 4 ونص مثلا تمام. عندي دلوقتي 7 مليون، يعني اشوف بقى انا ممكن نمشي مين هنا. في حل اسهل اللي ممكن اعمل اوتو كومبليت، هو الموقع يعني بيقترح لي بعض اللعيبه يعني وبعدين انه اغيرها. تمام دلوقتي ادخل اسم الفرقه بتاعتي، احنا كده دخلنا التيم. تمام ابدا بقى هنا اختار التشكيله بتاعتي من بايك تيم. من بايك تيم انا عندي 15 لعيبه مثلا، انا اختار بقى منهم اللي انا محتاجهم. مثلا عندي اهو باكات السنه احط مكان اللاعب لونج ده، ومثلا محمد صلاح اهوت، وعندي المحمدي النازل بدل الجوزي. تمام كده دي تشكيله اللي انا مثلا هلعب بيها. ممكن اغير بقى، يعني اغير في اللعبه دي طول مثلا الاسبوع، في اول لحد ما الدوري يبدا التغييرات عندي انليميتد، يعني بحيث ان انا ممكن اقعد مثلا اعمل ترانسفير لحد ما الدوري يبدا تبقى انليميتد، بمعنى انليميتد يعني بمعنى ان هو متاح لي ان اغير مثلا لعيبه. راح مثلا اشتري لاعب دلوقتي وليكن مثلا مش عاجبني حارس المرمى، لا خليه مثلا مش عاجبني مثلا وليكن لعيب مثلا زي مثلا يقدر مثلا وليكن مش هلعب اول اسبوع، نعمل مثلا نجيب مثلا عرض. ماشي تمام وندوس ميك ترانسفير. تمام كده هو بيقول لي اهو انه في ترانسفير هجيب هازارد وامشي فيها طريقة. اقول له كونفورم. نيجي بقى للليج، ودي اخر حاجة ان شاء الله معانا. نيجي للليج بقى ان شاء الله اهو، هنعمل مثلا جوه الليج. تمام انا نختار برايفت وندوس نيكست، ندخل الكود الخاص اللي هو كان عاطيه الادمن نحطه هنا، وليكن بتاعه ندوس جوين. تمام طبعا انا مش لاقي كود، فاضطريت احط اي كود من اهو. اشتركت كده، انا كده مشترك في الليجا دي.
اخش حتى الاقي الناس اللي مشتركة معانا هم في شات وفي كل حاجة، ممكن نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.